السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الملك القدوس السلام ذي الجلال والإكرام، أكرمنا بدين الإسلام وبنى دينه على 5 أركان عظام، جعل منها الصيام، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أعد للمتقين الجنة دار السلام، وتوعد العصاة بجهنم دار الانتقام. وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله، خير من عبد الملك العلام، وخير من صلى وصام، وخير من دعا إلى دين الله واستقام، صلى الله عليه وسلم أزكى صلاة وأتم سلام، ورضي الله عن آله الأطهار الأعلام وصحابته الطيبين الكرام. أما بعد، فمرحبا بوصية رسول الله صلى الله عليه وسلم، مرحبا بوصية رسول الله صلى الله عليه وسلم، مرحبا بطلاب العلم، إن طالب العلم تحفه الملائكة بأجنحتها، ثم يركب بعضهم بعضا حتى يبلغ السماء الدنيا من محبتهم لما يطلب. أهلا وسهلا بالذين أحبهم وأودهم في الله ذي الآلاء. أحمد ربي سبحانه وتعالى وأشكره، وأسأله سبحانه وتعالى أن يتقبل منا صالح الأعمال، وأن يغفر لنا التقصير والزلل والذنوب. معاشر الإخوة، إن الله سبحانه وتعالى خلق آدم عليه السلام ليكون خليفة في الأرض يعمرها بخير عمارة، يعمرها بالتوحيد والتقرب إلى الله عز وجل بما شرع. وأهبط الشيطان مرجوما ليبتلي أهل الحق به، وبعث سبحانه الرسل مبشرين ومنذرين وداعين إلى الله عز وجل ومعلمين، وختمهم بسيدهم وسيد ولد آدم أجمعين، بأشرفهم وأكملهم محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم. دعا إلى الله وبين دين الله حتى أكمل الله له ولأمته الدين، وأنزل عليه: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. فنشهد شهادة يقين أنه صلى الله عليه وسلم قد أدى الأمانة وبلغ الرسالة، ما ترك شيئا من الدين إلا بينه لنا. كان صلى الله عليه وسلم رفيقا بأمته، شفيقا على أمته، أمينا على رسالة ربه صلى الله عليه وسلم. وتعلم منه الصحابة ونقلوا الدين بكل أمانة، فما تركوا شيئا ولا ضيعوا شيئا، فجزاهم الله عن الإسلام والمسلمين خير الجزاء. ونقل هذا العلم رجال عدول نقلوه، يأخذ الخلف منهم عن السلف حتى بلغنا بحمد الله عز وجل كاملا لم ينقص منه شيء، مصونا محفوظا، وذاك فضل الله علينا وعلى الناس.
وأكرم الله عز وجل من ساروا على منهج السلف وكانوا من أهل السنة والجماعة، فلم يفصل بينهم وبين رسولهم صلى الله عليه وسلم قاطع ينتهون إليه. فكل منحرف عن منهج السلف ينتهي إلى رجل دون رسول الله صلى الله عليه وسلم. كل صاحب عقيدة تخالف عقيدة السلف ينتهي إلى رجل دون رسول الله صلى الله عليه وسلم، إلا من أخذ بعقيدة السلف وأخذ بمنهج السلف، فإنه يتصل بسلسلة من نور إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. فما عند أهل السنة والجماعة هو ما تركه رسول الله صلى الله عليه وسلم، هو ميراث رسول الله صلى الله عليه وسلم. عقيدتنا عقيدة رسول الله صلى الله عليه وسلم. عقيدتنا بحمد الله توافق القرآن لفظا ومعنى. عقيدتنا بحمد الله هي عقيدة رسول الله صلى الله عليه وسلم. لم نقل في عقيدتنا خلاف قول رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولم نحرف ولم نصرف قول الله وقول رسوله صلى الله عليه وسلم عن مدلولاتها التي لا شك فيها. عقيدتنا هي عقيدة صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا تخالف عقيدة الصحابة في حرف واحد بحمد الله عز وجل. عقيدتنا موافقة للفطرة، عقيدتنا لا حيرة فيها ولا تردد فيها ولا شك فيها. عقيدتنا إن عرضناها على العقل قبلها بل واستنار بها. عقيدتنا إن عرضناها على لسان العرب قبلها وشهد لها. عقيدتنا بحمد الله لا لبس فيها ولا تدليس فيها ولا ريب فيها ولا حيرة فيها. ومنهجنا أخذناه عن سلفنا الصالح رضوان الله عليهم، ما ثبت عنهم لزمناه وما خالف طريقهم تركناه وأبينا أن نسير عليه. فنحمد الله عز وجل على هذه النعمة، وينبغي أن نعرف لها قدرها. أقول هذا لأن في زمن اشتدت فيه الهجمات على عقيدتنا السلفية وعلى منهجنا السلفي، يتآمر الأقوام ويستعملون ما يستطيعون من الوسائل ليدسوا على أهل السنة والجماعة في عقيدتهم ومنهجهم، وليلبسوا على أهل السنة والجماعة في عقيدتهم ومنهجهم. فينبغي أن ننتبه يا إخوة لمكر الماكرين. اليوم يلمعون بعض الأشخاص على أنهم حماة السنة، على أنهم أسود السنة، على أنهم يدافعون عن السنة، وإذا فتشتهم وجدته تكفيريا جلدا، أو وجدته يخالف عقيدة السلف في أمور. فينبغي أن نحذر. إياك أن تغتر بألقاب الإمام، إمام أهل السنة ونحو ذلك. كن على يقين من عقيدتك، كن على يقين من منهجك، والزم من تعرف من العلماء والمشايخ، ورب أهلك ورب ذريتك على هذا الأمر العظيم. والله إني لأرى في هذا الزمان أن الذين يتجاذبون الناس في عقيدتهم وفي منهجهم صاروا أعدادا كثيرة جدا أو كبيرة جدا. ما أحوجنا إلى أن نتمسك تمسكا تاما بقول النبي صلى الله عليه وسلم
فإن من يعش منكم بعدي فسيرى اختلافا كثيرا، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين، تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. معاشر الفضلاء، نستعد في هذه الأيام لاستقبال شهر رمضان، وكل واحد منا يحدث أخاه ويقول سبحان الله ما أسرع ما مرت الأيام. في العام الماضي كنا نستعد لدخول شهر رمضان، واليوم نستعد لدخول شهر رمضان، وإنها والله لقضية عظيمة وعبرة كبرى. سنة كاملة مرت من أعمارنا، أيام وأشهر طوتنا وطويناها وقربتنا من قبورنا، والله لقد اقتربنا من قبورنا، فإن عمرنا معدود، وما يمضي ينقص منه ونقترب به إلى القبر، والله أعلم متى ندخل القبر. وإذا مات الإنسان وحمل إلى المقابر يتبعه أهله يبكون، ويتبعه ماله ويتبعه عمله، فإذا قبر ودفن والله لا يدخل معه شيء من ماله، ولا يدخل معه أحد من أهله مهما كان يحبه، وإنما يدخل معه عمله، ويمثل له عمله وهو في قبره، يمثل له عمله الصالح بهيئة حسنة ويبشره البشارة الحسنة. وإن كانت الأخرى والعياذ بالله مثل له عمله السيء بهيئة سيئة وبشره بالبشارة السيئة. هذه الأيام مزرعة لما بعدها، سعادة المرء وفرح المرء مبني على ما يزرعه هذه الأيام بفضل الله سبحانه وتعالى. هذا الذي نراه من سرعة ما بين الشهرين، أعني شهر رمضان الماضي وهذا الشهر، هو حقيقة حياتنا، هو حقيقة الدنيا، تمر سريعة ولا يبقى منها إلا ما يقدم، فعلينا أن نتعظ وأن نعتبر. يا إخوة، في العام الماضي عندما كنا نستعد لقدوم شهر رمضان كان معنا أحباب وكان معنا أصحاب، كانوا يستعدون معنا، منا من كان معه أبوه ومعه أمه، وهذه السنة قد فقدهما، نودي عليهما بالرحيل. منا من فقد صديقا في مثل سنه، ومنا من فقد من هو أصغر منه سنا. فالموت يأتي إذا حان الأجل، ليس عند أحدنا ضمان أنه لا يموت إلا إذا بلغ كذا. نظر ميمون بن مهران إلى جلسائه يوما فقال: يا معشر الشيوخ، ما ينتظر بالزرع إذا ابيض؟ قالوا: الحصاد. فنظر إلى الشباب فقال: يا معشر الشباب، إن الزرع قد تدركه آفة قبل أن يستحصد. وتنمى القصة إلى غيره. المهم ما فيها من العبرة، الموت قريب، والله إن الموت قريب،
ولذلك أخبرنا النبي صلى الله عليه وسلم أن الكيس منا من أكثر ذكر الموت وأحسن الاستعداد لما بعده. ليس المقصود بذكر الموت أن يتذكر الإنسان الموت ليشقى أو ليحبط أو ليقعد، وإنما المقصود أن يتذكر الموت ليستعد لما وراءه، ليحسن استعداده لما وراءه. فينبغي أيها الإخوة ونحن نتأمل مرور هذه السنة بهذه السرعة أن نحاسب أنفسنا وأن ننظر في أمورنا كيف نحن مع ربنا. هل صدقنا الله؟ هل أخلصنا لله؟ هل عملنا الصالحات؟ هل اجتنبنا ما يبغضه الله سبحانه وتعالى أم أن على خلاف ذلك؟ كيف نحن مع المؤمنين؟ هل أدينا حقوق المؤمنين أم كنا على خلاف ذلك؟ من كان عنده أب وأم، وهي النعمة الكبرى التي لا يعرفها إلا من فقدها، كيف هو مع أبيه وأمه؟ هل هو ذليل الجناح لهما؟ هل هو متواضع لهما؟ هل هو مقدم لهما على كل أحد ممن يعرفه؟ وإذا كانت الباقية الأم وما أدراك ما الأم. أشد الناس إحسانا إليك أمك، إحسانها منذ أن تكون في بطنها، تمتنع عما تحب خوف أن تضرك، وتعاني الأمرين عند ولادتك، ولو خيرت لاختارت أن تموت هي وتحيا أنت. ترى الموت بعينيها في أصعب ألم على وجه الأرض، وما أن تخرج إلى الدنيا حتى تضمك إلى صدرها، تملأك حنانا، تخاف عليك، ترضعك، تربيك، تحسن إليك، تكبر ويكبر همك في نفسها، تفتقدك، تتفقدك، تدعو لك، تسهر وأنت مع أولادك إذا علمت أنك مريض. ومن أسف أن بعضنا يتجبر على هذه الأم، لا يحترمها، لا يعطيها قدرها، لا يسمع كلامها. وابن عباس رضي الله عنهما يقول: إني لا أعلم عملا أحب إلى الله من بر الوالدة. أقول هذا يا إخوة لأن في نفسي غصة، أسمع وأستفتى في أحوال عجيبة للأبناء مع أمهاتهم، من عدم الاحترام، من عدم التقدير، من عدم التواضع لهذه الأم. يا إخوة، أحد السلف في درسه يدرس طلابه فتناديه أمه فيقوم ويدخل إليها فتقول له: ضع الحب للدجاج، فيذهب ويضع الحب للدجاج ويرجع إلى الدرس. والله لا يفلح من يتكبر على أمه، والله لا يفلح من لا يحترم أمه. كيف نحن مع هذين الوالدين؟ هل نحن على خير إن وجدنا أن في أمورنا مع ربنا ثم في أمورنا مع خلق الله وعلى رأسهم الوالدان حمدنا الله وسألنا الله الثبات، وإن وجدنا تقصيرا ولا بد عالجنا هذا التقصير. ما أجمل أن نتوب توبة صادقة قبل أن ندخل في شهر رمضان،
لأن الذنوب يا إخوة قيود مقيدة وأثقال مثقلة. من يحمل الذنوب يقل نشاطه في الخير. فإذا أردت الخير لنفسك في رمضان فتب توبة صادقة. وكل واحد منا أعرف بنفسه، أعرف بذنبه. والله ما ينفعك مدح الناس، أنت أعرف بنفسك، أنت أعرف بما أنت عليه. تب توبة صادقة حتى تتخلص من هذه القيود وتتخلص من هذه المثقلات حتى تنشط في رمضان. إن هذا الشهر العظيم شهر مبارك، لياليه مباركة، كان النبي صلى الله عليه وسلم يبشر به ويقول كما عند النسائي بإسناد صحيح: أتاكم شهر رمضان شهر مبارك فرض الله عز وجل عليكم صيامه تفتح فيه أبواب السماء وتغلق فيه أبواب الجحيم وتصفد فيه مردة الشياطين ولله فيه ليلة هي خير من 1000 شهر. من حرم خيرها فقد حرم. النبي صلى الله عليه وسلم كان يخاطب الصحابة لينشطوا في رمضان: أتاكم رمضان شهر مبارك فيه بركات فهنيئا لمن اغترف من بركاته. تفتح فيه أبواب السماء فيستجاب فيه الدعاء وتفتح فيه أبواب الجنة وتغلق فيه أبواب الجحيم وتصفد مردة الشياطين. ولله، انظروا الليلة لله فيه ليلة خير من 1000 شهر، خير من 1000 شهر في ثوابها، خير من 1000 شهر في بركتها، خير من 1000 شهر في فضلها، ليس فيهن ليلة القدر. هذه الليلة خيرها عميم ولا يحرم خيرها إلا محروم. من حرم خيرها فقد حرم. يقول النبي صلى الله عليه وسلم كما عند الترمذي بإسناد صحيح: إذا كان أول ليلة في رمضان تصفد الشياطين ومردة الجان وتفتح أبواب السماء فلا يغلق منها باب، أو وتفتح أبواب الجنة فلا يغلق منها باب، وتغلق أبواب النار فلا يفتح منها باب، وينادي مناد من السماء: يا باغي الخير أقبل ويا باغي الشر أقصر، ولله عتقاء في كل ليلة. في أول ليلة من رمضان يعان الإنسان على الخير، تصفد الشياطين ومردة الجان، فالمردة يصفدون وبقية الشياطين لا يصلون إلى ما يصلون إليه في غير شهر رمضان. وتفتح أبواب الجنة فلا يغلق منها باب، وتغلق أبواب النار فلا يفتح منها باب، فأبواب الخير مشرعة. يعان الإنسان على نفسه وعلى الشياطين، وينادي مناد من السماء: يا باغي الخير، يا من تريد الخير أقبل، فهذا سوق الخير. أقبل بعملك، اعمل واجتهد
وتنافس مع المتنافسين وسابق إلى جنة رب العالمين. إن كنت مطيعا لله قبل رمضان فأقبل على الخير أكثر في رمضان، أبشر بهذا الشهر. إن كنت عاصيا لله قبل رمضان فأبشر بهذا الشهر الذي تكفر به الصغائر، وإن تبت إلى الله كفرت الكبائر. وأقبل على الطاعة. ويا باغي الشر، يا من تريد الشر في سوق ليس سوق الشر، أقصر وكف وابتعد، فإن هذا الشهر ليس سوقا للشر. ولله عتقاء في كل ليلة. وجاء عند ابن ماجه أن لله عتقاء في كل ليلة عند الفطر. ما أعظم هذا الخير، ما أعظم هذه البركات. وإن هذا الشهر شهر الخيرات، وخير ما فيه وأكمل ما فيه أن تصوم لله سبحانه وتعالى إيمانا بالله وإيمانا بوعد الله واحتسابا للأجر من الله سبحانه وتعالى. فمن صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. الصيام لا يعدله شيء. من صام يوما في سبيل الله باعد الله وجهه عن النار 70 خريفا. الصيام جنة، وقاية في الدنيا من الأخلاق الرديئة، وفي الآخرة وقاية من النار. الصوم قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم: كل عمل ابن آدم له، كما في الصحيحين. وعند مسلم: كل عمل ابن آدم يضاعف، الحسنة ب10 أمثالها إلى 700 ضعف. قال الله: إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به. إلا الصوم فإنه لي. ما ألطفها من عبارة. عندما تصوم استشعر قول ربك: إلا الصوم فإنه لي سبحانه وتعالى. ما معنى لي؟ يعني أن العبد إنما يصوم لله، فيستوي في الصيام الخلوة والجلوة. يكون الإنسان جالسا في غرفته ليس معه أحد، وفي أشد العطش وفي شدة الجوع، والماء البارد بين يديه والطعام الطيب أمام ناظريه، لا يمد يدا للماء ولا يراه أحد من الناس، لكنه لا يمد يده إلى الماء، لا يمد يدا إلى الطعام. قد يشتهي زوجته وزوجته بين يديه، ما يأتيها. لما؟ لأن الصوم لله، لأنه يتقي الله، لأنه يعلم أن الله يراه. والصوم لي أيضا بمعنى أن جزاءه لي، فلا يعلم قدر مضاعفته إلا الله سبحانه وتعالى. كل عمل صالح يقبله الله يضاعف ثوابه. الكريم سبحانه لم يعطيك على العمل الصالح حسنة، الحسنة ب10 أمثالها إلى 700 ضعف، بحسب ما في القلب من إخلاص، وبحسب ما في العمل من اتباع لرسول الله
صلى الله عليه وسلم إلى غير ذلك يضاعف إلا الصوم، فإن مقدار مضاعفته لا يعلمه إلا الله سبحانه وتعالى، فكيف لا نحرص عليه؟ ينبغي علينا يا إخوة أن نصوم ونصون، أن نصوم بالإمساك عن المفطرات، وهذا سهل على كثير من الناس إلا من قسى قلبه، ولكن القضية أن نصون الصيام، أن نصونه من المحرمات، أن نصونه من الغيبة، فلا نغتاب ولا نستمع لمغتاب، أن نصونه من السماع لأهل البدع ومن سماع كلام أهل البدع، أن نصونه من الاستماع للغناء، أن نصونه من الاستماع للموسيقى، لأن كل هذا يدخل في الزور، ومن لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه. ولذلك يا إخوة رب صائم حظه من صيامه الجوع والعطش، لا يحصل من الصوم إلا براءة الذمة، أما الثواب فيمحقه محقا بالمحرمات، وهذا الذي لا يسلم منه إلا الطيبون الخلص. نظر للحرام، سماع للحرام، مشاركة في الحرام تنقص 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 حتى قد تذهب بالأجر كله. ينبغي يا إخوة أن نجاهد أنفسنا على صيانة صومنا. ومن الخيرات في شهر رمضان أن نكثر من قراءة القرآن، أن نكثر من قراءة القرآن، فإن هذا شهر القرآن، شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. سبحان الله يا إخوة، القرآن سبب للزيادة من الطاعة وسبب للبركة في الوقت. إذا أردت أن يبارك لك في يومك فعليك بالقرآن، أكثر من تلاوة القرآن، والله تنجز في يومك من أعمال دينك وأعمال دنياك ما لا تنجزه في يوم آخر. إذا أردت أن تنشط في الطاعة فأكثر من قراءة القرآن، هذا في كل يوم، فكيف في شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن؟ أنزل القرآن في ليلة القدر من رمضان، كيف لا يعتني المسلم بقراءة القرآن؟ النبي صلى الله عليه وسلم يوصي أبا ذر رضي الله عنه فيقول: عليك بتلاوة القرآن فإنه نور لك في الدنيا وذخر لك في الآخرة. ينير دربك في الدنيا وذخر لك في الآخرة عند ربك. والصيام والقرآن رفيقان، ولذلك يا إخوة يقول النبي صلى الله عليه وسلم: الصيام والقرآن يشفعان للعبد يوم القيامة. يقول الصيام: أي ربي منعته الطعام والشهوات في نهاره فشفعني فيه. ويقول القرآن: منعته النوم في ليله فشفعني فيه. قال: فيشفعان. قال العلماء: ويؤخذ من هذا أن اقتران الصيام والقرآن أنفع للعبد. ويؤخذ من هذا أن تلاوة القرآن في الصلاة في الليل أبلغ أجرا، فتقترن تلاوة القرآن بقيام الليل.
ويقرأ أيضا في النهار. وكان جبريل عليه السلام يدارس النبي صلى الله عليه وسلم القرآن في رمضان، وفي آخر سنة دارسه مرتين. وللسلف أحوال عجيبة في قراءة القرآن في رمضان. ذكر عن بعضهم أنه كان يختم 60 ختمة في رمضان، وبعضهم كان يختم ختمة في النهار وختمة في الليل، وبعضهم كان يختم 3 ختمات، ختمة في كل 3 ليال، وبعضهم يختم ختمة في كل 7 ليال. قال العلماء إن قراءة القرآن في رمضان لا حد لها، لأنه موسم لقراءته بخلاف بقية أيام السنة، لا يختم في أقل من 7. أما هنا فظاهر فعل السلف يبين أن الأفضل أن يكثر الإنسان من القراءة. وأنا دائما أنصح، أقول في رمضان اجعل لك ختمة تدبرية وختمات تلاوية. اجعل لك ختمة في الشهر كله، تقرأ في كل يوم جزءا، تتدبره، تفكر فيه، تنظر في تفسيره. واجعل لك ختمات تختم كثيرا بحسب استطاعتك. ومن الخيرات في شهر رمضان التي تدخل في يا باغي الخير أقبل قيام الليل، الذي هو أفضل الصلوات بعد المفروضة. وفي رمضان يعظم فضل قيام الليل، ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم صلى بأصحابه جماعة في رمضان ولم يأت عنه في غير رمضان. صلى ليالي ثم ترك خشية أن يفرض هذا على الأمة. ولما مات النبي صلى الله عليه وسلم في زمن أبي بكر الصديق رضي الله عنه، كان الصحابة مشغولين بحروب الردة ونحوها، لكن في زمن الفاروق عمر رضي الله عنه جمع الناس في صلاة التراويح. قال العلماء: ومشروعية الجماعة لها دليل على أنها أفضل قيام الليل. أفضل قيام الليل هو الذي يكون في رمضان، وتشرع لها الجماعة، وهي عند المحققين من أهل العلم عند الجمهور في المساجد أفضل منها في البيوت. ومن قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، ومن قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. والتحقيق أن التراويح لا حد لها، وإنما السنة فيها أن من صلى مع الإمام لا ينصرف إلا بانصراف الإمام. هذا أمر صريح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا شك فيه ولا لبس. من قام مع إمامه حتى ينصرف كتب له قيام ليلة أو ليلة. فالسنة في حق من يصلي مع الإمام أن لا يترك الإمام وراءه ظهرية، بل يصلي معه حتى ينصرف الإمام. ولم يحد النبي صلى الله عليه وسلم للتراويح حدا ينتهى إليه، وقال: صلاة الليل مثنى مثنى
فإذا خشي أحدكم الفجر فليوتر ولو بركعة، وفي رواية فليصلي ركعة توتر له ما صلى. نعم، لو أمكن الإمام أن يطيل في القراءة ويقتصر على 11 ركعة من غير أذى للمأمومين الذين معه لكان هذا أحسن وأكمل وأفضل. أما إذا لم يستطع فالمشروع والمستحب أن يزيد في أعداد الركعات. هذا الأمر استقر عليه فعل السلف. الإمام مالك رحمه الله يذكر أن العمل في المدينة من سنين طويلة على صلاة 20 ركعة، والإمام الشافعي رحمه الله يقول إنه أدرك أهل مكة من سنين متطاولة يصلون 36 ركعة. جرى على هذا عمل المسلمين وعمل السلف الصالح رضوان الله عليهم، والآثار في هذا كثيرة جدا. فلا تحرم نفسك. إن صليت مع الإمام فصل بصلاة الإمام. إن صلى 7 ركعات صلي 7 ركعات. إن صلى 11 ركعة صلي 11 ركعة. إن صلى 23 ركعة صلي 23 ركعة. إن صلى 39 ركعة صلي 39 ركعة. فلا تنصرف حتى ينصرف الإمام. ومن الخيرات في شهر الخيرات الإكثار من الصدقات، فإنه شهر الجود. كان النبي صلى الله عليه وسلم أجود الناس. من جوده صلى الله عليه وسلم أنه كان لا يوجد شيء في بيته، لا توقد النار في بيته الشهر والشهرين، ليس لقلة وإنما لجود صلى الله عليه وسلم، حتى أنه يأتي إلى بيته أحيانا فيقول هل عندكم شيء؟ فيقولون لا، فيقول إني إذن صائم. من جوده صلى الله عليه وسلم. ولكنه صلى الله عليه وسلم كان أجود ما يكون في رمضان. فلرسول الله صلى الله عليه وسلم حين يلقاه جبريل أجود بالخير من الريح المرسلة. فالسنة أن نكثر من الصدقات. ومما سمعته من شيخنا الشيخ ابن باز رحمه الله فيما يتعلق بالصدقة عموما، يقول لا تحرم نفسك من أن تتصدق كل يوم ولو بقليل حتى تدخل في دعاء الملك اللهم أعط منفقا خلفا، وتسلم من دعاء الملك اللهم أعط ممسكا تلفا. فعود نفسك أنه لا يمر عليك يوم إلا وتتصدق فيه ولو بشيء يسير. أما في رمضان فكن جوادا، تصدق وأكثر من الصدقة. ومن أبواب الصدقة الجيدة هذه الجمعيات التي يقوم عليها رجال صادقون تعرفونهم، من الجميل أن تتبرع لهم، هذا نوع من الصدقة. والآن تفتح التبرعات فيما يتعلق بإخواننا في غزة، تبرعوا في رمضان وأكثروا من الخير. وأيضا الجمعيات تتقبل التبرعات لإخواننا في سوريا، إخواننا الذين يلجؤون في أطراف تركيا أو في أطراف الأردن أو في الداخل السوري. تصدقوا وأكثروا ولا تبخلوا على أنفسكم.
والله ستجدون خلفا وتحصلون أجرا. ومن أفضل الصدقات وأعظم الصدقات تفطير الصائمين، فإنها صدقة مع زيادة الفوز بأجر الصائم، لا ينقص ذلك من أجره شيئا. وإذا كان هناك جمعيات خيرية يقوم عليها رجال ثقات يفطرون الصائمين فساهموا معهم، صدقة، ويحصل الإنسان ثواب تفطير الصائم. من الخيرات العظيمة في شهر رمضان لمن تيسر ذلك له العمرة في رمضان، فعمرة في رمضان تعدل حجة في ثوابها لا في إجزائها، فهي تعدل حجة في ثوابها، فثوابها كثواب حجة. وفي رواية تعدل حجة معي، أي مع النبي صلى الله عليه وسلم، فهي تعدل حجة في الثواب، فهذا أمر عظيم. وأما الذي لا يستطيع فلينوي صادقا أنه لو استطاع لفعل، فإن من نوى الخير صادقا جازما ومنعه من ذلك مانع كتب له أجر ما نوى، فيكتب له أجر العمرة. فلا تحرموا أنفسكم، اجزموا واعزموا على العمرة في رمضان، فمن تيسرت له أثيب ثواب العامل، ومن لم تتيسر له أثيب ثواب الناوي. والصواب والتحقيق أنه يثاب على العمل لكنه دون ثواب الفاعل، لكنه يثاب على العمل وليس على النية فقط كما ذهب إليه بعض أهل العلم، والأدلة على ذلك كثيرة، ليس هذا موضع البسط. الشاهد أني أوصي نفسي وإخواني بالاستجابة للنداء يا باغي الخير أقبل. وأذكركم بشيء، في العام الماضي دخل علينا شهر رمضان فكنا حريصين، قرأنا في أول يوم واجتهدنا في الطاعة واجتهدنا في صيانة صيامنا، ثم بعد أيام دخل علينا الكسل وتراخينا وما شعرنا إلا والشهر يودع فسالت الدموع. المحسن ندم أنه ما زاد إحسانا، والمسيء ندم على إساءته، فقامت الوعود إن شاء الله إن أحياني الله إلى رمضان القادم لأفعلن وأفعلن وأفعلن. وربنا بارك في أعمارنا ومد في أعمارنا، وأسأله أن يبلغنا رمضان وأن يسلمنا في رمضان ويسلم رمضان لنا. فماذا سنفعل؟ هل سنفي بوعودنا أم يتسلط علينا الكسل بعد أيام من الشهر لنرجع إلى ما كنا؟ يا من وعدتم يا من عاهدتم قد بلغتم، فأنجزوا ما وعدتم واجتهدوا واحرصوا، واعلموا أن السنة أنه كلما نقص الشهر زاد العمل حتى يكون أعظم وأكثر عمل المسلم في آخر الشهر في العشر الأواخر، ليس على حال الناس اليوم، يكون أكثر عملهم في اليومين الأولين ثم ينقص ثم ينقص ثم ينقص. السنة أنه كلما نقص شهرنا ازداد عملنا حتى يكون أبلغ عملنا وأعظم عملنا في العشر الأواخر التي هي أفضل أيام الشهر.
وهي التي فيها الليلة المرجوة، ليلة القدر. فالله الله يا إخوة، هيئوا أنفسكم وهيئوا بيوتكم وهيئوا أهليكم لإكرام أنفسكم في ضيفكم، فإنه ضيف إذا نزل رحل، خفيف النزول سريع التحول، لن يخص أحدا منا بل سيدخل جميع البيوت. لكن من الذي يكرمه؟ كل يعود إلى شأنه، لكن ينبغي علينا أن نكرم أنفسنا فيه، وأن نربي أولادنا وبناتنا على إكرامه، وكذلك نذكر أهلنا ونتعاون مع أهلنا على البر والتقوى في شهر رمضان. أسأل الله عز وجل بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يبلغنا شهر رمضان ونحن في أمن وإيمان وعافية في الأبدان، وأن يعيننا فيه على الإحسان، وأن يجعلنا فيه من المسارعين السابقين، وأن يتقبل منا ما نقدمه فيه، وأن لا يكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. أسأله سبحانه أن يعيننا على طاعته، أن يعيننا على ذكره سبحانه وتعالى، وأن يكفينا شرور أنفسنا والشياطين. أسأل الله عز وجل أن يدخل هذا الشهر على أمة محمد صلى الله عليه وسلم والأمة بخير في دينها وبخير في بلدانها. اللهم يا ربنا يا حي يا قيوم يا قوي يا عزيز يا منتقم يا جبار، إن اليهود قد طغوا وتكبروا وتجبروا وما تركوا شرا إلا صنعوه. اللهم فيا ربنا احمي إخواننا في غزة، اللهم احمهم، اللهم احفظهم، اللهم احفظهم، اللهم أخرجهم من هذه المحنة سالمين غانمين ممكنين، واكتب على عدوهم الذلة يا رب العالمين. اللهم أسمعنا في إخواننا خيرا، اللهم إنا نستعين بك يا ربنا على عدونا. اللهم كن عونا لإخواننا، اللهم كن عونا لإخواننا، اللهم كن عونا لإخواننا. اللهم يا ربنا إنا نسألك أن تعين إخواننا في كل بلد حلت فيه فتنة أو نزلت فيه فتنة، أن تعينهم وأن تقويهم وأن تدفع عنهم شر الفتنة، وأن تحمي المسلمين والمسلمات في كل مكان، وأن تغفر لنا وللمسلمين والمسلمات في كل مكان. أسأل الله عز وجل أن يجعل هذا اللقاء سببا لرضاه عنا سبحانه وتعالى، أن يجعلنا كما اجتمعنا في هذه الخيمة إخوانا متجاورين، أن يجمعنا ووالدينا وأقاربنا وذرياتنا وجيراننا وأحبابنا في الفردوس الأعلى أجمعين، وأن لا يحرم منا أحدا. أسأل الله عز وجل بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يثبتنا على التوحيد والسنة، وأن يكرمنا بأن نكون خداما للتوحيد والسنة. أسأل الله عز وجل أن يملأ قلوبنا محبة لأهل السنة، أسأل الله عز وجل أن يملأ قلوبنا محبة للخير لأهل السنة. أسأل الله عز وجل أن لا يجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا. أسأل ربي بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يجعل كلامنا ابتغاء ما عنده سبحانه وتعالى، وأن يكفينا كل شر. بارك الله في الجميع وتقبل الله من الجميع، وأستغفر الله العظيم لي ولكم، وأسأل الله أن ينفعني بهذا الكلام وأن ينفعكم بهذا الكلام، وأن يجعله سببا للإحسان
والتوبة والرجوع إليه سبحانه وتعالى. والله تعالى أعلى وأعلم، وصلى الله على نبينا وسلم. شكر الله لكم فضيلة الشيخ على هذه الكلمات الطيبات، وشكر الله للجميع على حسن إنصاتهم. ونستأذن فضيلته في عرض بعض الأسئلة، وإلا في الأسئلة كثيرة لا يمكن عرضها الآن، وإذا تيسر الأمر وأذن الشيخ نجلس بعد العشاء في بيت الشاعر إن شاء الله ونعرض ما تيسر من الأسئلة. لا، أنا الآن لأن مدينتنا بعيدة، جينا 50 كيلو وبنرجع 50 كيلو، هذه مخصومة من وقت المحاضرة، ويوم حسبتها حصلتكم مديونين فسامحتكم في الماضي، لكن إن شاء الله بعد العشاء بنمشي، عندنا سفر غدا إن شاء الله. أسأل الله عز وجل أن يجعل لقاءنا متكررا على خير. فهات 3 أسئلة الآن والثلاثة كثيرة ويكفي إن شاء الله. الله يحسن إليكم ويحفظكم ويرجعكم إلى بلادكم سالمين. السؤال الأول يقول السائل: جزاكم الله خيرا فضيلة الشيخ، حديث النبي صلى الله عليه وسلم: من صلى مع الإمام حتى ينصرف كتب له قيام ليلة، هل يلزم المأموم أن يصلي التراويح والقيام في نفس المسجد في ذات الليلة؟ أولا في 20 الأول إنما هي صلاة واحدة، هي صلاة التراويح يوتر في آخرها. في 10 الأواخر من سنة النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان لا ينام في الليل. في 20 الأول يخلطها بنوم وقيام. أما في 10 الأواخر فكان صلى الله عليه وسلم لا ينام. والظاهر من سنته صلى الله عليه وسلم أنه في ليالي الأوتار في العشر الأواخر كلما تقدم زاد، فإنه في ليلة 23 صلى بهم حتى ذهب ثلث الليل الأول، في ليلة 25 صلى بهم حتى ذهب نصف الليل، في ليلة 27 صلى بهم حتى خشي الصحابة أن يفوتهم السحور. إذن هذا يدل على أن سنة النبي صلى الله عليه وسلم أنه كلما نقصت الليالي زاد في الصلاة في 10 الأواخر. وقد كان الإشكال أنه كان في الحرمين تصلى التراويح بوترها ثم يصلى التهجد بوتره، وكان هذا يشكل. ولله الحمد والمنة تمت مدارسات كثيرة حتى استقر الأمر على أن يكون الوتر في آخر صلاة الليل، لأنها في الحقيقة صلاة واحدة. تطول الصلاة في 10 الأواخر ويستريح الناس في وسطها، يتعشون ويرتاحون ثم يعودون ويكملون الصلاة. ولذلك إذا كان الإنسان لا يريد أن يرجع في الليل فليصلي في مسجد يصلى فيه في أول الليل فقط حتى ينصرف مع الإمام. أما إذا كان يصلي في مسجد لا يوتر فيه الإمام إلا في آخر الليل فإنها صلاة واحدة. فالتحقيق أنه حتى يفوز بهذا الفضل يصلي مع الإمام حتى يوتر وينصرف من صلاته بوتره. هذا والله أعلم. نعم. صلى الله إليكم. هذا سائل يقول: من كان عمله يأخذ غالب يومه كيف يوفق بين العمل والعبادة؟ أولا العمل إذا أحسنته ونويت فيه نية حسنة صار قربة تؤجر عليه. ولذلك الموفق لا يمر عليه شيء من وقته إلا ويكتسب به خيرا بالنية الحسنة. ثانيا العمل لا يمنعك من ذكر الله. تستطيع أن تذكر الله
وأنت تعمل. فأكثر من ذكر الله، وذكر الله من أحب الأعمال إلى الله سبحانه وتعالى. إذا كنت تحفظ شيئا من القرآن أو تحفظ القرآن فإنك تتلو القرآن حتى وأنت تعمل، في حال كونك لا تشتغل بعمل مباشر تستطيع أن تقرأ القرآن. الذي لا تستطيعه من أجل العمل انوه نية جازمة صادقة أنه لولا العمل لعملته فتثاب عليه. يا إخوة والله لا يحرم إلا محروم. فضل الله واسع على أمة محمد صلى الله عليه وسلم، فلا تحرم نفسك. الذي تستطيع أن تعمله من الأعمال اعمله، ومنه كما قلت ذكر الله الذي ما في عذر. والذي ما تستطيع فعلا أن تعمله انوي عمله، وأنك إذا تمكنت ستفعل صادقا جازما، فإن الله يكتب لك ما نويت. نعم. أحسن الله إليكم. هذا سائل يقول: فضيلة الشيخ، هل يجوز وضع قطن بين ركبتي الميت بوصية منه لأنه كان لا يستطيع أن ينام دون وسادة بين ركبتيه؟ لا، هذا يخالف المشروع في تكفين الميت، وإنما يجعل قطن بين إليتيه على ما هو معروف في صفة تكفين الميت. هذه وصية ما يعمل بها، هذه وصية ما يعمل بها. نعم. شكر الله عليكم فضيلة الشيخ، وندعو فضيلة الشيخ والإخوة جميعا على العشاء، فحياكم الله جميعا. بارك الله فيكم وكتب أجركم، ووالله لقد سررت برؤياكم. وإذا كان الشيخ مبارك يقول يعني أنه يشكر أني جيت وكذا، والله إني أقول إن الشكر لله ثم لكم على حضوركم واستماعكم ويعني إكرامكم لأخيكم بهذا المجد. بارك الله في الجميع.